الجزائر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا رغم حبايب ان شاء الله تكونوا كاع بخير. الحبايب شفيتو كي امريكا حبت دير عقوبات على الجزائر، هذوك في مجلس الشيوخ تاعهم ولا في البرلمان تاعهم طلبوا موازي الخارجيه الامريكي، قالوا له لازم دير عقوبات على الجزائر باسكو راهي تعاون روسيا وكدايا. اكو شفيتو عليها هذيك خاوتي، باينه هذوك شغل بانوا صح هما اللي يحبوا يطبعوهم على راسهم باش يديروا عقوبات للجزائر. في الفيديو هذه خاوتي جبت لكم لافروف الوزير الخارجيه الروسي، اسمعوا كي سقساتو هذيك الجورناليست على العقوبات هذوك تاع امريكا، اسمعوا خاوتي كيفاش ريبونديوها. وما تنساوش خاوتي ديروا لنا جيم، الله يجازيكم ما تعجزوش كيما راك هكذايا، دير لنا جيم خويا اختي العزيزه، ونبداو الفيديو على بركه الله. الجزائر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا رغم الضغط الغربي، والآن في الولايات المتحدة تسمع دعوات لفرض العقوبات على الجزائر نفسها بسبب التعاون مع موسكو. هل يمكن أن يؤثر ذلك برأيكم على سياسة الجزائر تجاه روسيا؟ Я слышал, что там группа конгрессменов, 20. سمعت أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قرابة 27 منهم قد وجهوا رسالة خاصة إلى وزير الخارجية بلينكن يعربون فيها عن انزعاجهم بشأن عدم انضمام الجزائر إلى العقوبات ضد روسيا، واقترحوا في الرسالة بهذا الصدد أن تتم معاقبة الجزائر تحت قانون كاتسا الذي يعنى بمواجهة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات. لدينا مقولة شعبية مفادها هاجمتم الشخص الخطأ. الجزائريون ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن أن يملي عليه أحد بهذا الشكل، ولا يمكن أن ينتظر من الجزائريين أن يمتثلوا وينفذوا بإشارة يد من وراء المحيط توجيهات تتناقض بشكل مباشر مع مصالحهم الوطنية. الجزائر مثل غالبية البلدان دولة تحترم نفسها وتاريخها ومصالحها التي على أساسها ترسم سياساتها، وليس على أساس اتفاقات ما أبرمت خلف الكواليس مع الذين يبدو أنهم يعدون أمرا جيدا، ولكنهم في الحقيقة يحاولون تقويض المصالح المشروعة لمن يسمونهم بالشركاء. سمعتوا خاوتي؟ يا خا احنا ما راناش موروكو، احنا عندنا السيادة يا جدك. شوف الدول العظمى، شتو الروس شتو امريكان، شوفوا كيفاش يهضروا على الجزائر، ومن بعد يجيك واحد خاوتي يدلك شان يوتيوب فرماش مطبطب قاع، يبدا يحكي لك يقول لك انتوما ما عندكمش تاريخ، ما عندكمش امه، ما عندكم والو. يا خا هادي لازم يديروها لهم في الدوزام، هادي في ليشان تاع المروك يديروها لهم هادي اون ديريكت، هادي الانترفيو تاع لافروف. باش يتعلموا شويه، عندهم جارهم رجال، جيرانهم رجال، يا وراهم يضيعوا فيهم. راكو تضيعوا كيما يقول لك جوهره يا المغاربه، عندكم جيرانكم جوهره راكو تضيعوا فيهم ودوك تندموا عليهم. لا عجبتني الانترفيو هادي، وعلى بالكم العالم قاعد يتبع الانترفيو هادي خاوتي معاه واش صاري وكذا، كل ما يجي يهدر لافروف قاعد يتبعوا شو يقول، دونك العالم قاع سمع كي يهدر على الجزائر واش معناتها الجزائر. هكذا واحد ما يزيد يخلط فينا. يلا نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله خاوتي، تلقاو الخير. هذه كانت الفيديو تاع اليوم خاوتنا، ولا ما درتش لايك ما تنساش الله يجازيك دير لنا لايك وخلي لنا كومونتير حنون، وكاين هذا الفيديو ولا ما شتاش هاليك شوفها وتلقاو الخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.